الجدعنة مع كل الناس خسارة مش مكسب، علشان الجدعنة في الزمن ده بقت عملة نادرة، وكتير من اللي بتعمل معاهم خير هم أول ناس بتيجي عليك، واللي بتسندهم بيبقوا أول ناس تسيبك وقت ما تحتاجهم، واللي بتقف في ظهرهم تلاقيهم أول ناس يبيعوك. النهاردة الجدع بيتقال عليه عبيط، والنية السليمة بقت غباء، واللي بيقف جنب الناس بيتقال عليه خايب. الناس بقت بتتعامل بالمصلحة مش بالموقف، بالكلمة الحلوة قدامك والطعنة في ظهرك، واللي انت شايفه عشرة ممكن يطلع عشرة مزيفة كلها تمثيل، مجاش الأذى والظلم والوجع إلا منه. فحاول انك تتعلم توازن بين طيبتك وجدعنتك، لأن الطيبة لما تزيد عن حدها بتتحول لوجع، والجدعنة لما تروح في غير مكانها بتتحول لندم. خليك جدع بس مع الجدع، وسند مع اللي يستاهل. الناس مش كلها زيك، ومش كل الناس بتقدر الشخص الجدع، ومش كل اللي بتسندهم هيشيلوك، ومش كل اللي بتساعدهم هيفتكروك. وفي الآخر بعد كل الصح اللي عملته هتسمع جملة: محدش طلب منك حاجة.